يا شوتر، احنا الان لازم نروح ونخلي الافندم يشوف عملها، وبالليل ان شاء الله نجتمع عندي في مبرز ونتفق ما هو اللي شنسويه وما هو اللي شنساعد به مع الافندم. ده اللي شايف ديني مكنتنا القسم والقسم مش هيخرج لنا حقنا. هي فيانا مو طلع القسم. غيلان، من اول ما جيت وانت ما مش معك غير احباط الناس والتشكيك بالامن، والظاهر ما مش معك كلمه طيبه. اطلع برا وش ناقصين حرض. بطلع. لا قلعوا نفسك غربي غاق. دحين كيف يا فندم؟ شنروح بيوتنا بدون عيالنا؟ يا فندم لا هي كيف توصل؟ فين شي يكون بكنان؟ إذا الآن ما طعناش حاجة فين الصندوق؟ يا جماعة لا تنسوش إن الخاطف مجهول، يعني بدون تعاوننا مع بعض مستحيل نوصل له. عشان كذا أي معلومة توصلكم توصلوها لي أول بأول، وتظل المعلومات في بيننا في سرية تامة. واحنا ثقتنا كبيرة جدا فيكم بلا حدود، ولازم احنا واهل القرية ديلا كلهم نتعاون معكم ونساعدكم. رقد ومين ذولا؟ ما هي تمعيشة يا ناس، ما هو ذنب ضبح ما هو ذنب ضيق. لحالي جالسة هنا مثل الكلب، وشوتر الحين هو مجمع مفتهنين مرتاحين، وانا جالس انا والمشكله والقهر حبسوني مع واحده صنج واحده اجم، كل واحده خسه من الثاني. انا يحبسوني هنا زنبقه ملكه الجمال والرقه، انا المفروض يحبسوني ويختطفوني مع كاظم الساهر، مع ام كلثوم، مع اي انسان كذا كبير. والقهر والوضع صح. ليش حبسونا؟ لما حبسونا؟ ومنهم ذول اللي حبسونا واللي ما خطفونا واللي ما سوينا؟ واللي قاهرني ذول راقدين ولا على بالهم، والله ما يرقد واحد منهم. قاموا يا جن، قامت ارواحكم، قاومتهم. حسيت نفسي لحالي كذا وسويت لي نعسه كذا وحلمت حلم يا لطيف يا لطيف الطف. لو تشوفوا على حلم حلمت اني اغني انا وام كلثوم. تعرف ام كلثوم ذي الفنانة الكبيرة، أغني أنا وياها، بس للأسف مسكينة كانت تبكي. عارفين ليش؟ قالت شالها اثنين يغنوا معاها ما فيش، شالها فرقة يردوا وراها وقالت ما فيش معاها. أنتوا قمت من النوم وقلت أشوف اللي أنتوا فاضيين شلكن معاها تغنوا. أنت تغني والله كذا سمعني. الليل واو ما هو ذنب غنى جن وانت تغني. أيوة كده سمعني. دايما دموع دموع دموع، دايما دموع دموع دموع. ممكن سؤال؟ انت حلقك مخزوق؟ أنا لا. مسكين الله يخارجك، يعني احس من صوتك كذا ان انت ما تعرفش تغنوا. سامحني انت. ما اغني انا؟ لا تحرجوني، لازم لا تحرجوني. لازم بس اذا عجبكم صفقوا لي. أكيد. الليل يا الليل يا ليل يا الليل، الليل يا الليل يا الليل. الله. حبيبي شاطر، حبيبي شاطر، دحين جالس وام جمعه وانا هنا جالسه مع الصنج والسمعه. لا حول من ذم حال. خلصت خلاص. قلت هذا ولا بدل من هم بلد من ما لا بدل الا والالي تمنى له هت هبرت. دحين يحش عليه ولا ما هو يقول؟ دحين ما فهمليش ما يقول ذا. ما قال؟ يقول ما سبب اختطافنا هنا؟ هو أبوه ما مأهولاش وأنا أبوي زبرك ما مأهولاش. أكيد السبب انتين هو شاك فيك، بسببك اختطفنا. أكيد تحت يدك كنز أو في يدك شيء أو. شوفوا أنا سألت نفسي دم سؤال
وفعلا فعلا إذا السؤال يحير يعني ما هو اللي جابنا هنا وليش خطفوني أنا بالذات. أنا شاكة في موضوع واحد وما فيش إلا هو، ما فيش إلا هو في العالم ذا كله. ليش اختطفوني؟ تعرفين ليش؟ لأنه بنات القرية كلهن ما خطفوهنش. السبب إنه أنا أجمل واحدة من القرية، في لهذا خطفوني وشلوني لهنا علشان جمالي ذا وعشان يبيعوني للخارج بقطع غيار. ايوه يا جمعه. ايه اتحصلت لي يا اخويا على نمره تفاح؟ تحرمش منك. طب يلا مليها لي. ايوه اها 0. طب يا اخويا ما تحرمش منك. بقول لك يا جمعه سلم لي على امك وعلى شوتر وزنبقه والبت شفيقه. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. مع السلامه يا حبيبي. ومعانا نمره تفاح مش باقي الا اننا نقول له الو. يلا بسرعه اتصلي بيه، ولا اقول لك خلي سندس هي اللي ترد عليه. اكلمها بمناسبه ايه؟ جدك. لما هو جدي ما يسالش عليا ليه؟ مصالحه بقى ومشاغله. عيب كده يا سندس، عيب. خدي كلميه. الو. ده صوتي وحش قوي، كلمي انتي. قفل السكه. يلا ارجعي واتصلي بيه تاني. الو معلم تفاح، اهلا وسهلا. ازيك يا اخويا؟ انا فتون من مصر. اهلا بيك انت ومرحبا بك. كنت عايزه يعني اتكلم معاك بخصوص بنت ابنك عوض الله يرحمه. اسمعين انتين وافهمين. ذي بيت امها قتلنا ابني، تفهمين؟ لا وافهمين ذا الكلام ده. انا اقول لك عوض ابني ما معهش لا بنات. ها؟ مالكش بنت ابن يا راجل؟ اتقي الله. ما هو اتقى الله ما بينه، ما هو اتقى الله. ها؟ ما تفهميش كلامي. خلاص شحاكك بحقكم. مش عايز اسمع صوتك ثاني مره. ها ما هو ذا الحكي يا شيخ، وما قصة بنت ذي وأوض وذا ما هو. ذا موضوع ثاني شحاكك عنها مرة ثانية. المهم خلينا دحين في الأهم. الجت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. هو قال لك ايه جد تفاح؟ انت مالك بقى؟ قال لي ايه ولا قلت له ايه؟ مش انت يا سندس رميتي لي التليفون وقلت لي انا مش عايزه اكلمه، انا صوته وحش. قومي يا بت نامي. انا عايزه انام. لا ما تقعديش. قومي يا بت نامي بقول لك. قومي. تصبحي على خير. شفتي البت بتشوح لي وماشيه تترقص ازاي؟ شفتي البت بتعمل فيا ايه؟ ماشي يا سندس. جدها بهدلني وقال لي كلام يهد جبل. لازم في البدايه يا اختي اعمل معاكي كده، زني عليه وهتلاقي كل كلامه اتغير. ايه ده؟ يعني انت عايزاني اكلمه تاني وتاني؟ ولو كلمني بقى بطريقه وحشه في ساعتها بقول لك تعملي ايه. ماشي يا اعتدال، خليني ماشيه وراكي لحد ما اشوف اخرتها ايه. ما بيردش. يا طفاح انت قلت لي تقدم شوتر واهلا قريه، لكن حين المساله تطورا كبرا فيها تحريض وابتزاز وفدية اموال، لا فيش توصلنا لاملته. والله كده انا خايف من كلام حنقكم ذا كلام كبير وذا يودي لسجن مركزي. ياوه اسمعونا، ام خطه حقي انا خططت لها سواء تمام، وهي اللي توصلنا للي في راسي. لا وبيء ما تحتي وما فوقي، ونبوك في 60 داهيه. لا اشتبوك داهيه ولا مداهيه اشتيتي لك. اشرب امشاي حقك وقوم ارقد لك. يلا بعدين افهم انا لا متهم وبعيدوا عن اي شبهه. تسمع الا لا؟ كان هذه المصريه. باقس ها شيخ. بوك هبلي شاي. حاضر يا شيخ. اساس اتلام. يا شيخ ما خليتك تسوي هنا؟ تخليه مجنون ده يدخلنا في 60 مصيبه؟ ليش ما تبلغناش؟ والله يا شيخ مش غلطتي يا شيخ، هو اللي قال لي ابوك معاه المكان اللي فيه زنبقه واللي معاه يا شيخ، وبعدين في الاساس انا ما كنتش داريه باللي وطاه الشيخ طفاح.
انا علمت معاك في النظافه حنقه. يعني انت ما انتش داري؟ يا شيخ مانيش داريو. يا قهري عليك يا زنبقة. يا أنا من لما موت يا خالتي زنبقة. الله يكون في عونك. مسكين ما تهننش حتى بشبابها. شبابها يا ولية، ولي ربنا يكون معاها، دي ولية غلبانة وعلى نيتها. الله يحسن خاتمتها. بس أنا خايفة يوطوا لها حاجة يا جماعة. ما تقوليش كده يا حبيبتي يا شفيقة، إن شاء الله ربنا حيفك أسرها وهترجع لنا بالسلامة. مالك يا بنتي تتفاولين على المرأة؟ تفائلي بالخير. مالكن يا جماعة؟ صلوا على النبي. قال لك ما تعرفنش أمتي زنبقة؟ ولا حدش يقدر يوطي لها حاجة، دي زنبقة ولا أجر على الله. ولكن يا خالة زهرة مخاطفين شو بيسو كتيرة على خي كليم وورقة وزنبقة وفتيني وأهل القرية مياش يدبروا لنا. يا حبيبتي واحنا رحنا فين؟ احنا ستات والستات لبعضيها. صح كلامك، بس ما نوطي لها. نعمل اللي نقدر عليه، وانا حبدأ بصيغتي وكله فدا حبيبتي زنبقة. أصيلة يا مجمعة، أصيلة. أمتي أم جمعة أصيلة ومعدنها ذهب، برغم كل اللي سويناه فيها أمتي زنبقة إلا أنها آدها واقفة معاها. والله إنك أصيلة يا أمه، والله إنك ذهب لأنها ذهب هبان ذهب. متشكرة قوي يا جماعة، بصراحة أحرجتوني بس ده أقل واجب. الله يكرمك يا خالة أم جمعة، لكن قولوا لي أم ذهب مش وطي؟ المبلغ اللي طلبها الخاطفين كبير.